هل تتغير منظومة التعليم العالي قريباً؟ إليك أبرز ما اتفق عليه بين الوزارة والنقابة. كشفت مصادر خاصة عن مخرجات اللقاء الهام الذي جمع بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي والمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أسفر عن التوافق حول عدد من النقاط المحورية أبرزها تطوير عمل اللجان التقنية المشتركة في المستقبل القريب، استكمال مناقشة مشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، مراجعة الإطار التشريعي المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي وفق المرجعيات القانونية المعتمدة، مواصلة النقاش حول الملف المطلبي للنقابة بكل جوانبه ووفق المصادر ذاتها، فقد تم الاتفاق على ضرورة تطوير منهجية العمل المشترك بين الوزارة والنقابة بما يضمن الفعالية والنجاعة سواء في صياغة القوانين أو في هيكلة البحث العلمي ومؤسسته. وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الرؤى بخصوص الإشكاليات التي تواجه منظومة التعليم العالي وبحث السبل الكفيلة بالارتقاء بها وتمكينها من أداء أدوارها على الوجه الأمثل. وأكد الوزير ميداوي خلال كلمته أن العمل التشاركي والتواصل المنتظم مع الشركاء يعد أساس منهجه في تدبير القطاع، مشدداً على عزم الوزارة تحديث المنظومة القانونية للتعليم العالي والبحث العلمي وتوفير كل الوسائل الممكنة لبناء منظومة تعليمية حديثة ومتماسكة. من جانبه، عرض الكاتب الوطني للنقابة المغربية رؤيتها بخصوص إصلاح شامل للمنظومة يعزز الحكامة والجودة والتنافسية، كما سلط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ترقيات الأساتذة الباحثين، إصلاح النظام البيداغوجي، مراجعة القانون المنظم للتعليم العالي، والتصدي لأي محاولة تمس بمكانة الجامعة العمومية ودورها التاريخي. هل نعيش بداية إصلاح فعلي أم أنها مجرد وعود جديدة؟ شارك رأيك في التعليقات.